ودلوقتي هنستكمل الجزء الثاني من الرواية الأصلية لقصة الأسد الملك الأسيدوف الملكوف، اللي من تأليف الكاتب الروسي المعروف كلاشينكوف مولوتوف. وبعد أن ضمنت الطباعة تأسيس مملكة للخنازير قامت بمد الخنازير بأحدث أنواع السلاح والعتاد علشان يفرضوا سيطرتهم ويتوسعوا أكتر جوه مملكة الأسود. وقامت الخنازير بارتكاب العديد من المجازر في حق الأسود، ولم يسلم منهم ولا أطفال ولا نساء، وقاموا بالعديد من عمليات التعذيب والاغتصاب، وكل ذلك كان يتم تحت دعم عسكري واقتصادي وإعلامي من الطباع. وفضل الوضع ده لسنين طويلة، ولكن فضلت الأسود تخطط طول هذه السنين ازاي هتحرر أراضيها من الخنازير النكسة ومن ورائها الضباع، وتكسر غطرستهم وتنتصر عليهم. فبدأوا ببناء أنفاق وعارين للأسود تحت الأرض لمواجهة القوى الجوية الخاصة بالخنازير والضباع، وخلوا خطتهم سرية للتخلص من جواسيس وعملاء الخنازير المندسين. وبدأت ساعة الصفر. الأسود كسرت الحاجز ودمرت جيوش الخنازير، ومارسوا هوايتهم المفضلة واللي هي الصيد، وأصبت من الخنازير كتير فشخ. وكانت كل ما الخنازير تخسر خسائر مهولة كانت بتلجأ لسلاح الجو الجبان لقتل نساء وأطفال وشيوخ الأسود. ولكن الأسود تحدوهم إنهم لن يستطيعوا تحرير أي محتجز من الخنازير إلا عن طريق الرضوخ لمطالب الأسود. فارتكبت الخنازير أغبى قرار اتخذوه في حياتهم، وهو الزحف بريا إلى عرين الأسود الجائعة. وصرح قائد الخنازير إنه لن يتم إيقاف القتال بتاتا حتى يتم استرجاع جميع الخنازير المحتجزة لدى الأسود، ويتم القضاء على الأسود المقاتلة، وأنه لا تفاوض في هذا الأمر. ونتيجة لهذا القرار الغبي تكبدت الخنازير خسائر بالعبيط يوم ورا التاني. زربو الأسود كانوا مستمرين في الدوس على وش الخنازير النكسة. والأسود بالرغم من الإمكانيات البسيطة كانت بتنتصر انتصارات واضحة على الخنازير المدججة بأحدث أنواع السلاح والعتاد. فاضطرت الخنازير إنها توقف القتال، على الرغم إن قائد الخنازير ذات نفسه كان أكد كذا مرة قبل كده إنه لن يوقف القتال بتاتا. خنزير خوي. فرضخت الخنازير والجزمة فوق دماغهم لشروط ومطالب الأسود، واستكمل القتال أشرس من ذي قبل. فكان واضح للجميع إن الخنازير كانت بتخسر الحرب بالفعل، وإنهم لم يحققوا أي نصر فعلي على أرض الواقع. وكان واضح للجميع إن الأسود هي الطرف المنتصر في هذا النزاع، وكانت النهاية هي تفكك إمبراطورية الخنازير الوهمية وبداية هيمنة واسترجاع مملكة الأسود العظمى.